المكسب السريع بدون أدنى مجهود، دي ملخص الجملة اللي هيدور حواليها الحلقة بتاعتنا النهارده إن شاء الله. حلقة النهارده إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن تطبيقات المراهنات زي وان اكس بت وغيرها. نحكي سريعا كده مع بعض هي إيه تطبيقات المراهنات دي بالتحديد، ومين هم الأطراف المستفيدين من التطبيقات دي، في نفس الوقت مين الطرف اللي دايما وأبدا خسران. مبدئيا علشان خاطر يتنصب عليك لازم الأول يعرفوا نفسيتك وكمان يدرسوا طريقة تفكيرك عشان يعرفوا دايما هم هيخشوا لك من أنهي سكة. لو أنت ركزت في أول جملة أنا قلتها، أيوه كده بالظبط، المكسب السريع بدون أي مجهود، هي دي نقطة ضعف أي إنسان، إنه دايما أي إنسان مننا عاوز يحقق أكبر مبلغ من المال في نفس الوقت مع أقل جهد مبذول. المراهنات عبارة عن إن إحنا بنحط مراهنات قصاد بعض، مثلا لتوقع نتيجة ماتشات، نسبة كبيرة طبعا هنا النتيجة بتعتمد على الحظ مش على الخبرة. وهنا تطبيقات المراهنات بتقول لك ما تقلقش، احنا عارفين قد ايه ان انت خايف على شكلك، احنا مش هنخليك تروح لصالة القمار او تدخل الكازينو برجليك، احنا هنجيب لك صالة القمار لحد شاشة الموبايل، يعني بالظبط اصبح قمار بس اونلاين. طب السؤال المهم هنا، هي ليه تطبيقات المراهنات جمهورها بقى بيزيد؟ نفس الإجابة برضه في أول جملة قلناها في الحلقة. طبعًا لازم تكون مقتنع ومتأكد من جواك إنك سواء كسبت أو حتى خسرت فأنت في الحالتين خسران. واحد هيقول لك طب أنا لو خسرت فطبيعي إني أكون خسران، إزاي بقى لما أكسب هكون خسران؟ تعال أقول لك الاتنين بمنتهى البساطة. مبدئيًا أنت لما بتخسر هنا بتبتدي حالك يتقلب وبتحاول تراهن بمبالغ أكتر علشان تعوض خسارتك اللي فاتت. لكن في حالة إن أنت لو كسبت فانت بيعجبك المكسب وبتحب ان السكه تبقى دايما شغاله في المكسب، لكن المشكله هنا انك مش هتكسب على طول، فهتيجي عند لحظه من اللحظات وهتخسر. في اللحظه دي انت كل همك انك تعوض خسارتك اللي خسرتها لانك مش متعود عليها، فتبتدي تخسر وتخسر وتخسر لحد ما يحصل لك نفس اللي حصل للفكره الاولانيه، وبكده رجليك بدل ما بتشتغل لا بتغرز للاخر لحد ما تراهن في النهايه بمبلغ يقطم وسطك حرفيا ويخليك ما تعرفش تقوم من مكانك. ومن هنا بقى يا سيدي تبتدي انت نفسك تفكر في بعض الطرق والاساليب اللي ما كانتش تخطر على بالك اطلاقا. ممكن تفكر انك تستلف، ممكن تفكر انك تبيع بعض مقتنياتك الشخصيه، بل انك ممكن تفكر انك تسرق. وطبعا في اللحظه دي احب اهنيك واقول لك انت هنا وصلت لمرحله الادمان، ولكن خد بالك ان ادمان المراهنات مختلف تماما عن ادمان المخدرات، لان الشخص مدمن المخدرات بيبان على شكله وهيئته وتصرفاته انه مدمن. في اللحظه دي احنا قدامنا حلين اتنين، اما نقرب منه ونحاول نبعده عن الادمان ده او نحطه في مصحه، او الحل التاني ان احنا نبعد عنه خالص. ولكن مشكلة مدمن المراهنات إنه ما بيبانش عليه إطلاقًا أي تصرفات تثبت الكلام ده، أنت ممكن تكون قاعد وأبوك قاعد على يمينك وأمك قاعدة على شمالك وأنت قاعد في النُص ماسك الموبايل، وهُم الاتنين ما يعرفوش إن ابنهم غرقان برجليه الاتنين في قلب صالة القمار. طب تعالَ بقى أجيب لك الموضوع من الآخر ونختم الليلة دي خالص وأقول لك مين اللي بيدوّر المراهنات. اللي بيدوّر المراهنات 4 أطراف، 3 أطراف منهم كسبانين وطرف منهم بس هو اللي دايمًا خسران. الطرف الأول الكسبان الشركه صاحبه التطبيق، يعني دي اللي بتاخد النسبه الاكبر من المراهنات اللي سيادتك بتحطها. الطرف الثاني بقى يا معلم هو العميل اللي بيصطاد الجماعه الهبل اللي زي حضرتك، تلاقي نفسك بتقلب على الفيس كده وفجاه يظهر لك اعلان بيقول لك اشترك معانا في سكريبتات الطيار وحط 1000 جنيه واستلمهم بعد ساعه 50,000. طبعا لو انت رجعت لاول جمله قلناها في الفيديو وهي المكسب السريع بدون مجهود، هنا بيعجبك الموضوع. طبعا الراجل اللي اصطادك ده هو هنا شغال بالعموله، الفلوس اللي سيادتك هتحولها ولنفترض انك حولت 1000 جنيه، الجزء الكبير منها راح للشركه صاحبه التطبيق، هو هياخد نسبته، ولنفترض ان نسبته دي 10%، يعني هياخد عليك بس من ال 1000 جنيه 100 جنيه. لو ربنا كرمه واصطاد له في اليوم 10 12 او 15 زبون هبل زي حضرتك، فهو يومه هنا بيعدي ال 1000 او ال 1000 ونص، وكله على حساب العبط اللي زي سيادتك. اما الطرف الثالث اللي دايما كسبان وهي الحكومه اللي بتعمل تراخيص بالمراهنات دي، لان هنا بتحصل فلوس منهم في صوره ضرائب. مش محتاج اقول لك بقى كده ان ما فاضلش غير الطرف الرابع اللي هو الخسران واللي هو حضرتك. طبعا سيادتك اول ما رجلك بتقع في تطبيق المراهنات بتبتدي تفرح بنفسك قوي، وخاصه لو كسبت وانت ما تعرفش ان انت ما تقلش كتير عن عبيط القريه. طبعا هتسالني وتقول لي مين هو عبيط القريه؟ ده راجل كان في قريه من قرى الهند، كان كل يوم يطلع الصبح من بيته ومعاه زماره ومعاه علم كبير، يطلع يقعد في ساحه كده فاضيه ويفضل طول النهار يلوح بالعلم ويزمر بالزمار، واخر النهار يروح بيته
ويرجع تاني يوم يعمل نفس السهرية، لحد ما اهل القريه استغربوا وسالوه انت بتعمل كده ليه؟ قال لهم انا بعمل ده كل يوم علشان خاطر ابعد الفيله انها تقرب من المنطقه بتاعتنا. ردوا عليه بمنتهى البساطه وقالوا له المنطقه بتاعتنا اصلا ما فيهاش فيله. فرد عليهم بمنتهى الغرور وقال لهم ما هو طبيعي الفيله ما بتقربش بسبب اللي انا بعمله. ده نفس تفكير حضرتك باستمرار، انك مفكر نفسك ان انت انصح واذكى اخواتك، وان انت اللي هتقدر تجيب الديب من ديله، وان انت اللي هتحول الالف الملايين. فانا بقول لك من دلوقتي لو انت شغال على تطبيقات المراهنات دي ابوس على ايدك، مستعد اوطي وابوس على قعر جزمتك. اقفل الموضوع ده وانهي الموضوع ده نهائي من حياتك، لانه كفيل انه يدمرك. في النهايه اتمنى بجد ان الكلام ما يكونش زعل حد، وان قدرنا نتناول موضوع مهم جدا من المواضيع المنتشره اليومين دول بشكل مبسط وكويس، ولعل الناس تتعظ. بس يا ريت برضه ما ننساش في نهايه الفيديو ان الاستاذ بيقدم محتوى ممتاز.